بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا. شكرا على كل اخوات المحترمين اللي دايما مشرفيني ومنوريني، ما نحرمش منكم ولا من وجودكم معانا. يلا بينا ندعي لبعض ونشوف البت راف دي قاعدة على على الرخامة اللي أبوها ملكها لها دي ازاي وليه وعايزة نقول ربنا يرحم أمواتنا وأموات المسلمين ويشفي كل مريض ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة وفك كرب كل مكروب ويصلح حالنا وحالكم، قولوا آمين يا رب العالمين. ازيكم وازاي احوالكم؟ شكرا على كل اخواتي الجداد اللي دخلوا عندي، ما نحرمش منكم. شكرا على كل حد دخل وحط لي لايك وكلمه طيبه من قلبه تترد له بالمثل، اللهم امين. هنا زي ما انتم شايفين انسه رهف قاعده. انا طلعت البولات اللي هي بتاعت هي جابت على فكره الجيلي وفتحته وخلاص، يعني على اساس ان هي امر واقع، هتعملي ولو ما عملتش هتعملي برضه. فانا بخاف يا جماعه، انا بخاف. الاعتراف بالحق فضيله. النهارده بدأنا يومنا بصراحة، يعني احنا بصوا بقى، احنا خلصنا امتحانات، يعني لسه ابني بس امتحان في الجامعة وكده، بس يعني ان شاء الله ربنا يسهل له كده. انما البنات خلصوا فهم اللي قاعدين معايا على طول. تمام تمام. هنا زي ما انتم شايفين انا طلعت البولات دي وغسلتها قبل ما اعمل فيها اي حاجه، لازم اغسلها حتى لو متعانه وغسلها بقالي اسبوع، لازم اغسل الحاجه قبل ما احط فيها الاول. وكمان بما ان عندنا ربنا كرمنا عندنا عنب وعندنا موز، حتى كنت لفه الموز عشان الهاموش بالبتاع الاسترتش الغذائي كده. هنا بقى جبت البولات دي زي ما قلت لكم، بعد ما غسلتها ونضفتها قطعت العنب كده وقطعت الموز، قلت بقى اعمل فيه فاكهه وكده، يعني يعني يبقى مفيد اكتر. على فكره الجيلي ده مفيد للجسم جدا جدا، الجيلاتين اللي فيه عامه مفيد للجسم، مفيد لاولادكم، مفيد لكل حاجه على فكره، حتى للكبار كمان. انا الكيس بياخد كوبايه ونص ميه، كوبايه ونص ساقعه وكوبايه ونص سخنه، ماشي. انت بقى عايزه تحطي كوبايه واحده وكوبايه برضك براحتك لو هتخليه اجمد او سميك اكتر يعني. المهم ان انا حطيت لكل، يعني مثلا انا حطيت 4 كوبايات ونص ميه وهحط قدهم لما ميه ساقعه. تمام. انا هنا حطيتهم يغلوا شويه كده واقلبهم بالمضرب كده عشان الجيلاتين اللي في اللي اللي في الجيلي يفك كده. في ناس بتجيب ميه من السخان، يعني اللي هو الكاتل، وتحطه على طول. لكم مطلق الحريه في شغلك وفي اللي انت بتعمليه. انا بحب اسويه كده على النار غلوتين كده وبعدين بشيله احطه فيه ميه ساقعه وبعدين اعبيه. تمام تمام. ممكن تعملي مهلبيه وتحطيه عليها، وان شاء الله هنعمل الفتره الجايه باذن الله، ربنا ييسر الامور. بصوا يا جماعه، احنا قلنا في ايام بجد بجد انت ما انتش عارفه تعملي ايه، والله العظيم بجد الغلا عاد فحشاء فحشاء. هنا زي ما انتم شايفين بعد ما حطيت العنب والموز، وزي ما قلت لكم حطيت يعني هم 3، حطيت 3 كوبايات صحاح، والكل كوبايه كمان حطيت لها نص، يعني عملوا 4 كوبايات ونص، 4 كوبايات ميه ونص بالمج اللي هو بتاع الشاي العادي اللي في المطبخ، وحطيت عليهم قدهم ميه ساقعه وعبيتهم زي ما انتم شايفين كده. عملت دولا وجبت كمان علب، عملت ساده وعملت بالفواكه اهو. للي عايز كده هو حر. قلت بقى تحليه بالليل كده يعني ساقعه وكده بتبقى حلوه لهم. يلا يلا بقى نشوف هنطبخ ايه وهنجهز ايه للاكل وللغدا. انا كان عندي الانسه، مش هقول لكم بقى، اقول لكم ايه، مش عارفه اسميها ايه. يعني الناس كانت الاول بتقولك فراخ ايه ما فيهاش غذاء، احنا اصلا ما عدناش لاقيين. يا جماعه ايه اللي احنا في ده، ايه اللي حاصل يا جدعان؟ كنت جايبه كيلو ونص كوسه، واحنا بصراحه بنعشق الكوسه، يعني اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. عودوا عيالكم على الخضار. انا كان الاول عيالي جوزي ذات نفسه اقسم لكم بالله ما كان بياكل الخضار، بس واحده بواحده واحده بواحده كده هتعلموهم وهياكلوا. صحيح في حاجات هم في بياكلوا وفي ما بياكلش، بس اكتر الحاجات الحمد لله اللهم لك الحمد بياكلوا، هم بيحبوا الخضار. ربنا يهديهم عليا يا رب العالمين. المهم قطعت الكوسه زي ما انتم شايفين كده، وبعدين وغسلت الفرخه حلوة قوي 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 قوي. مدام صافي نار غسلناها ونضفناها وروقناها وخليناها زي الفل وحطيناها في المصفى. وهتشوفوا دلوقتي لما احطها في البصله كمان او اشوحها مش هتنزل ميه كتير، لان انا مصفيه كويس قوي، ما فيش فيها زفاره، ما فيش فيها حاجه، اللهم لك الحمد. انا عملت في الصينيه الواسعه دي بس عشان الغليان على البوتاجاز وكده، لما بحط في صينيه صغيره فبتغلي على البوتاجاز وبتبهدل الدنيا. فقلت اما انا املك نفسي او احط في حاجه واسعه يبقى الحاجه كده ملمومه. تمام. وكنت جايبه كيس شعريه كمان عشان نعمل معاها رز بشعريه كده نروق لهم الدنيا يعني. وانا ليا بركه اللهم، وانا عندي اللهم يا ولاد، دول الحته الجوانيه. حطيتي لايك؟ لا ما حطيتش. كتبت كلمه حلوه؟ لا ما كتبتيش. خلاص براحتك،
مش هغصب عليكي بجد والله، لكن مطلق الحريه. عايزه تحطي لايك حطي، عايزه تكتبي كلمه طيبه ولك بالمثل برضك براحتك، اللي انت عايزاه. يلا خلونا في الفيديو. هنا بقى قطعت البصلايه على ايديا كده. البصل اللي يعني ايه خلاص هيعدي اللحمه كمان. يعني احنا هنطبخ ميه، احنا نغلي ميه سخنه ونحط ميه ساقعه جنبها، وناخد معلقه ميه سخنه على معلقه ميه ساقعه ونشربهم وخلاص، ونقول الحمد لله فضل ونعمه، اللهم لك الحمد يا رب. احنا هنعمل ايه يا جماعه بجد؟ يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هنا بقى حطيت لما البصليه دوبك اتشوحت كده، قمت حط ايه الفراخ يعني خدتها لان الصينيه سخنه فاكيد خدت صدمه يعني. حطيت ايه بقى، حطيت 7 بهارات، والبرطمان اللي انتوا شايفينه ده حاطه فيه كزبره ناشفه وحاطه فيه فلفل اسمر. لميت البهارات كلها اللي انا بحطها على الاكل عملتها في برطمان واحد. يعني عملت خلطه كده عشان ما اقعدش افتح برطمانات كتير ووسخ البرطمانات والكلام اللي انتوا عارفينه ده. وحطيت كمان فلفل اسمر، اللي انا حطيته ده فلفل اسمر. هنا زي ما انتوا شايفين اهو. قلت بقى يلا عما الفراخ تتشوح كده اكون انا عملت ايه بتشي نور كوبايه قهوه. اكيد انتوا فاقدين القهوه بتاعتي ده، لان اللي ما بيشربش قهوه يعني مش عارفه اقول لكم انتوا يعني ايه شعوركم يعني بجد. انا ما شربتش قهوه في يوم بجد بحس ان التوازن بتاعي اتلخبط كده. اه والله العظيم. المهم شوفوا بقى الفراخ ولا صارت ميه ولا نزلت ميه ولا اي حاجه، لان هي اصلا متصفيه كويس قوي. قعدت يجي نص ساعه في المصفى. الحمد لله لا فيها دم ولا فيها اي حاجه. وكمان اللي هي الحاجات المزلقه اللي ما بين اللي وراك دي شيليها ونضفيها وروقيها وخليها زي الفل. هنا زي ما انتم شايفين عملت القهوه خلصتها بقى نقعد نشربها كده. كانت الفراخ بقى في الوقت شوفوا بقول لكم ما فيش الا الزياده بس هي اللي في الطبق. هنا بقى زي ما انتم شايفين كنا قشرت الكوسه وما جبتهاش معاكم بقى يعني عشان كلنا بنقشر الكوسه. انا عملتها يعني شرشرتها كده بالسكينه بالبتاع اللي هي المقوره، وبعدين قطعناها مشرشره كده بالسكينه بتاعه الجزر والمخلل ماشي. هنا زي ما انتم شايفين حطيت الكوسه بس تتشوح 5 كده مع الفراخ، وهغطي عليها. وكنت فرمت شفشق طماطم زي ما انتم كنتوا شايفين في الاول، وانا حاطه اساسا بهارات على الفراخ كتير. فكل اللي هحطه بقى هحط معلقه سكر كده، وهحط الملح العادي اللي هو الابيض بتاعنا، وابقى ادوقها برضو. لو هي عايزه مثلا ملح او بهارات اكيد انا هبقى عارفه هتبقي عارفه الاكل بتاعك محتاج ايه. تمام. عايزه اقول لكم ان الصينيه دي كده يعني بجد بجد والله بقى لو كنت حطيتها يعني حطيتها انا بقى في فخار او في طاجن او كده حاجه كده فاخر من الاخر اقسم بالله. هنا زي ما انتم شايفين حطيتها على العين التانية عشان هنا هنعمل ايه بقى شويه رز بشعريه كده يستاهلوا بقكم. هنا الانسه رودينا كانت واقفه جنبي بقى عشان عايزه يعني البنات بقى عايزين يتعلموا الطبيخ. تمام. احنا بنعلم واحده واحده كده بنطول بالنا، لان لو ما طولتش بالك الدنيا حر والضغط هيبهدلك. فابعدي عن الضغط يا حبيبتي، طولي بالك واهدي وهدي اعصابك. حطيت هنا ايه انا اللي انا حطيته ده، حطيت مستكه. تمام. حطيت فصين مستكه كده مع الرز بيخلي طعمه حلو. حطيت كيس الشعريه كله لان هو كله قد ايه يعني 400 جرام مش حاجه مستاهله يعني. المهم حطيته كده وغسلت شويه الرز بقى. شوفي انت كميه الرز او اللي هيناسب عيلتك ايه اعملي. تمام تمام. رودينا ماشيه ورايا بورقه وقلم وبتقولي انت بتحطي ايه؟ قلت لها ده احنا اتعلمنا شفوي يا حبيبتي، عمرنا ما مسكنا ورقه وقلم وتعلمنا، ده ربنا هو اللي يسرها لنا كده من عنده. الله يرحمك يا ستي، الله يرحمها يا رب ويحسن اليه. المهم يعني هنا زي ما انتم شايفين حطيت كمان ورقتين لوري وحمرت الشعريه. كانت هي بقى غسلت الرز كده وانا واقفه. يلا بينا بقى نبص على الطبخ بتاعنا. بسم الله ما شاء الله عمال يغلى هون. هبقى ازوده بقى كده كوبايتين ميه واولع الفرن واحط الصينيه بحالها في كده. تمام تمام. هنا بقى الشعريه خلاص خدت اللون الحلو بتاعها الذهبي الحلو دون. هنحط عليها الرز بقى ونشوحها تشويحه حلوه كده برضك، ونحط عليها الملح. بس لازم تشوحي الرز مع الشعريه. حطيت بقى معلقتين حلوين كده ملح اهم، وقلبي بقى قلبي 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 قلبي. هي بقى بتسالني انت ليه بتشوحي الرز وانا عماله بحكي القصه، قصه حياه ابويا انا واقفه احكيها يعني معاه. يلا الله المستعان صبرني يا رب. المهم هنا زي ما انتم شايفين شوحته اهون علشان الرز كده على رأي اللي بيقول هيشخشخ كده او ينشف. كانت هي جابت لي شويه ميه علشان ازود الرز. انا ما عنديش سخان كهرباء هنا، لو هنا مثلا اللي هو الكاتل ده كنت حطيت ميه سخنه، بس ما فيش بحط ميه ساقعه عادي يعني الدنيا ما هي النار تحته
هتسخن الميه وهيغلي وهيبقى زي الفل، يعني الدنيا تمام وزي الفل. المهم عندنا الاكل يطلع فل. ايوه نسمي الله كده عشان ربنا يبارك لك في اللقمه اللي انت بتعمليها وتطلع زي الفل برضه. كل عيشتنا النهارده تبقى فله باذن الله. انتوا ناس فله واحنا ايامنا فل. هنا زي ما انتوا شايفين خلصت بقى، هغطي الحله. واضح ان انا اساسا نسيت ان انا اغطي الحله ومشيت رحت في حته. لا جبت الغطا، لا لا ما تظلمونيش. هنا كان الرز غلي نشف قصدي، وحطيته على العين الصغيره، ونقلت هنا الكوسه تاني. خلاص بقى هاخد الكوسه واحطها في الفرن. هنا الرز اهو صح، انا كنت نقلته على العين الصغيره لسه بيتردد. يلا بقى هنغرف كده. خلاص بقى كانت الاكل استوى والدنيا بقت فل، وجم الشغل والدنيا ايه اتلمت كده. يلا هنا زي ما انت شايف بسم الله ما شاء الله. شوف طلعتها من الفرن بتغلي ازاي. الله عليك يا عم بخ، الله عليك. انا جوعت يا جماعه. عارفه ان في ناس كتير ما بتحبش الكوسه، بس انا بحبها. كلوا اللحمه بقى وسيب الكوسه. المهم انا بقى طلع. المهم انا بفضل اقول المهم في الفيديو اكتر من الفيديو نفسه. المهم برضو اسكت يا لساني. شفتوا بوريكم الصوص والفراخ دايبه وحاجه ايه فله فله كده، شمعه منوره. اه والله العظيم بألف هنا يا رب كل من كل منا والكل اللي هياكل. هنا بقى غرفنا الرز وغرفنا بقى على قد اللي هياكل، وعملنا طبق سلطة وطلعنا زيتون وطلعنا الجيلي بتاعنا. الله عليك شوفوا جامد ازاي، بسم الله ما شاء الله. اتمنى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.